السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. كل سنة وأنتم طيبين. خلاص كلها أيام وهيدخل علينا صيام 10 ذو الحجة. كل سنة وأنتم طيبين، يعاد عليكم الأيام بالخير والسعادة يا رب. متابعين هتخس مع هبة الله، ونبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنخش في الموضوع على طول عشان الناس ما بتحبش الفيديو يكون طويل. ان شاء الله هنعمل نظام للناس اللي هتصوم في ذو الحجة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. عملنا نظام بسيط جدا نقدر نتبعه من اكل البيت، ونقدر نخس كويس جدا في ال9 ايام دول. الصيام بينشط الحرق معانا. وتعالوا بينا يلا، هاتي ورقه وقلم واكتبوا ورايا عشان ما نطولش عليكم الفيديو. انزلي الاول اعملي لي لايك وللفيديو، لو كنت اول مره بتشوفيني اعملي لي اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا متفقين ان الصيام بيبقى لينا وجبتين فقط، اللي هي الفطار والسحور، ونقدر ناخد سناكس ما بينهم. طيب هنقدر ناكل ايه؟ هنبدأ بالسحور الأول. السحور هقول لكم اختيارات متعددة، نقدر نختار اللي احنا عاوزينه ونقدر ننوع. يعني مش لازم ناخد نوع واحد نفضل ناخده كل يوم، لا نوعي. السحور بتاعنا هيكون عبارة عن 3 معالق فول زائد ربع رغيف بلدي زائد علبة زبادي. ده اختيار. الاختيار التاني نقدر ناخد 2 بيض مسلوق زائد 1 توست بني زائد ثمرة فاكهة. ده اختيار تاني. الاختيار التالت 250 جرام جبنة قريش وخيار وخس للناس اللي هي مش حابة تاخد نشويات في السحور وعاوزة نتيجة أسرع. كل ما شلت النشويات هتخسي اكتر واسرع. ده مش معناه ان الناس اللي هتدخل الربع رغيف مش هتخس، لا هتخسي. في ناس بتبقى حابه تشيل النشويات عشان عاوزه نتيجه بسرعه. يبقى الاختيار الثالث 250 جرام جبنه قريش زائد خيار وخس. الاختيار الرابع 100 جرام جبنه فيتا لايت، وهناخد معاها ربع رغيف بلدي، ونقدر ناخد معاها خيار وخس، ونقدر ناخد مشروب بلبن للناس اللي هي بتحب الشاي ولبن او القهوه ولبن او النسكافيه، ولكن النسكافيه البلاك فقط هو اللي معانا. طيب ده بالنسبه للسحور. تعالوا بقى بينا على وقت الفطار. اول ما المغرب هيأذن طبعا ما تنسوش تدعوا لي الاول دعوه حلوه كده من القلب لاختكم في الله. وبعد كده هناخد 3 تمرات وكوبايتين ميه، ونقدر ناخد ال3 تمرات دول مع نص كوبايه لبن زي ما تحبي. بعد كده هنروح نصلي المغرب، لان بيبقى بنعمل حاله تمهيد للمعده، يعني ما ندخلش الاكل مره واحده. نقدر ناخد 3 تمرات وكوبايتين ميه، نقدر ناخد 3 تمرات ونص كوبايه لبن، نقدر ناخد كوبايه عصير فريش بدون سكر، ولكن ما تكتريش من العصير كتير عشان العصير بيعلي لنا سكر الدم وبيعمل لنا استفزاز للانسولين، وهيدخلنا في دايره من الجوع احنا في غنى عنها. فالتمر طبعا واللبن افضل بكتير وسنه على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا بقى نخش على الفطار. الفطار بتاعنا هيكون طبق خضار معمول بطريقه صحيه. يعني الشوربه بتاعتنا نشيل منها الدسم، نشيلها في التلاجة وتاني يوم نشيل منها الدسم، ونقدر نعمل بقى كوسه فاصوليا خضراء باميه سبانخ ملوخيه. هو بس البسله اللي نحاول نبعد عنها هي والقلقاس والبطاطس. وهناخد طبق سلطه كده محترم نكتر فيه الالوان عشان نعلي القيمه الغذائيه بتاعته. وهناخد اي بروتين في البيت. مش هذكر لك عشان اسيبك تبع حريتك. مش كل البيوت الظروف بتاعتها زي بعضها، يعني مش كل البيوت عندها لحمه وفراخ وسمك كل يوم، لا نقدر ناخد. ولكن هقول لك برضو الاختيارات. تقدري لو انت عامله فراخ تاخدي ربع فرخه، تقدري تاخدي حتتين لحمه، تقدري مفيش خالص نعمل 2 بيض مسلوق، تقدري ناخد جبنه قريش، تقدري تاخدي 5 معالق فول، تقدري تاخدي طبق عدس متوسط، تقدري تاخدي طبق لوبيا ناشفه متوسط، فاصوليا ناشفه. كل دي بروتينات، ولكن احنا جمعنا بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. خدي بقى على حسب ظروف حياتك. وهناخد معاهم 3 معالق رز او 3 معالق مكرونه من اللي انت عاملاهم في البيت. مش هنزنق عليكم الدنيا عشان تبقى الدنيا يسيره وتقدروا تلتزموا. النظام ده يا جماعه والله من اكل البيت، مش لازماكم بحاجه معينه. طيب ال3 معالق رز او 3 معالق مكرونه او ربع رغيف بلدي او 1 توست بني او رغيف سن. لو انت عامله محشي في البيت ممكن ناخد، لو اللي هو الكرنب او الورق العنب نقدر ناخد 6 صوابع، بس خدي بالك من الكميه. لو انت عامله اللي هو التاني اللي هو المحشي الكبير اللي هو البتنجان والكوسه في الفلفل خدي 4 صوابع بس كفايه. لو انت عامله مكرونه بالبشاميل عندك قبل كده انا قلت كف ايدك
كف ايدك هو ميزانك، يعني حته تكون نص كف ايدينا كده مكرونه بالبشاميل، او لو عامله رقاق او جلاش نص كف ايدك مش الكف كله. لو الكف كله لا احنا كده بعدنا كتير عن السعرات اللي جسمنا محتاجها. آم، آه، اظن ده نظام من اكل البيت. طيب الوجبه بتاعتنا متكامله، اللي شاطره وهتقدر تمسك على نفسها وتشيل النشويات في بعض من الايام في السحور والفطار هتلاقي نتيجه افضل. تعالوا بقى بعد الفطار بساعتين بتكون المعده بقى بدات تشتغل، بنحس ان احنا جعانين. نقدر بقى ناخد ايه سناكس، عندنا برضو اختيارات هقول لكم عليها، نقدر ننوع ما بينها ونختار ما بينها. السناكس بتكون وجبه صغيره زي ايه؟ زي ثمره فاكهه. طبعا العنب، خدوا بالكم العنب والتين والمانجا والبلح بلاش منهم. نقدر ناخد حبه صغيرين، ولكن المشكله ان الحبه الصغيرين دول برضو هيرفعوا لنا سكر الدم وهيجوعونا. خلونا في الفاكهه سالبه السعرات الحراريه. يعني ايه؟ اللي هي على ما بنندخها وناكلها بتكون حرقنا سعرات حراريه اكتر من اللي هي فيها. زي ايه؟ زي التفاح، زي الكمثرى، زي الفراوله، زي عندك ال البطيخ نقدر ناخد 200 جرام، عندك الكنتالوب نقدر ناخد 200 جرام، عندك الفراوله نقدر ناخد 5 حبات فراوله، نقدر ناخد صباع موز. طيب ايه تاني؟ في يوم عايزه اخد مكسرات هتاخدي 3 حبات مكسرات، ولكن تفضل انها تكون نيه بدون ملح. نقدر ناخد ايه تاني؟ نقدر ناخد نص كوبايه لبن ندخلها في شاي بلبن، قهوه بلبن، نسكافيه البلاك بلبن، نص معلقه كاكاو باللبن، زي ما تحبي نوعي فيه السناكس زي ما انت عايزه. طبعا ده نظام هنتبعه فيه اختيارات كتير، خدوا الاختيارات اللي تعجبكم، بسيط وسهل ويسير بدون حرمان من اكل البيت، يعني اظن ما فيش بعد كده. طيب عشان نوصل لنتيجه كويسه من بعد المغرب لحد السحور عاوزين نشرب من 2 ل 3 لتر مياه على مدار اليوم. عاوزين نستغل الساعة الذهبية. ايه الساعة الذهبية؟ اللي هي قبل الافطار مباشرة، ولكن الكلام ده مش لمريض السكر ولا اللي بترضع ولا الحامل، لان هم بيجوا قبل المغرب بيبقوا خلصانين اصلا لوحدهم. احنا بنقول للاصحاء اللي هم ما عندهمش حاجه يقدروا يعملوا شويه رياضه قبل المغرب بساعه. دي الساعه الذهبيه اللي بيكون الجسم خلص فيها كل طاقته، فبياخد الطاقه بتاعته من مصادر دهون الجسم مباشره. طيب الناس التانية بقى لو واحده بترضع او عندها سكر او تعمل الرياضه بتاعتها بعد الفطار بساعتين، بلاش واحنا صايمين. ان شاء الله باذن الله نظام هيجيب معاكم نتيجه حلوه قوي 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 مع الصيام. ما تخليش حد يضحك عليكم ويقول لكم الصيام ما بيخسس، لا الصيام بيخسس، وبدليل ان الناس اللي بتتبع الصيام المتقطع، وهعمل لكم ان شاء الله نظام صيام متقطع للي مش هيصوموا، ولكن طالما كده كده هنعمل صيام متقطع ليه بقى ما نصومش وناخد طبعا اجر الثواب العظيم في ال9 ايام دول. فما فيش داعي يعني هنصوم، لا يبقى نصوم صيام اسلامي افضل. وربنا يا رب يتقبل منكم صالح الاعمال منا ومنكم، واتمنى ما تنسونيش من صالح دعائكم وانتم بتفطروا. ادعوا لي دعوه حلوه لاختكم في الله هبه الله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني في الفيديو القادم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.